كلنا بنيجي وقت المناسبات او الافراح اللي عندنا وبنبقى عايزين نجمع بين اهم حاجتين، ان احنا نلف لفة حجاب او طرحة تكون شيك، وتاني حاجة تكون سهلة علينا. لكن الفكرة ان احنا مهما كنا مجمعين كذا ستايل للف الحجاب او لف الطرحة، بنيجي بقى وقت المناسبة وتلاقي كل حاجة اتمسحت من دماغنا وبنتوتر كده وبنحس ان خلاص الطقم بتاعنا كله باظ، عشان احنا مش عارفين نلف حاجه مناسبه او تليق سواء على الدريس، سواء لابسين دريس سواري او عاملين طقم سواري. فانا معاكم بقى النهارده في الفيديو ده عشان حاجتين. اول حاجه هقول لكم تجربتي في اكتر لفتين حجاب او طرحه انا دايما بستخدمهم بصراحه، سواء لابسه دريس سواريه او منسقه طقم سواريه. اللفتين دول بينقذوني وبيليقوا فعلا على كمناسبه، مش لفه حجاب عاديه. تاني حاجة عشان البنوتة الجميلة دي اللي كانت طالبة مني لفة الحجاب اللي كنت عاملاها في الفيديو اللي كنت منسقة معاكم فيه طقم السواري بتاعي. وده الفيديو يعني للناس اللي لسه ما شافتهوش. انا اتأخرت عليكي يعني شوية، ف سوري. كان غصب عني، كان في شويه لخبطه كده، بس انا هعوضك في الفيديو ده وهوريك ان انا اتاخرت عليكي عشان هعملك حاجه حلوه قوي. لكن الاكيد ان احنا مش هننسى ان احنا نسلم على بعض، وازيكم عاملين ايه، واهلا بكم حبايبي معايا في فيديو جديد. هنبدأ مع بعض بايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نلف حجاب يكون مظبوط وثابت، وكمان يكون يعني سهل علينا في المناسبة بتاعتنا. اول حاجة لفة الحجاب، اللي انا دايما بفضل ان انا النوع يعني اللي انا استخدمه اللي هو التول، اللي هو بيكون زي كده. طبعا كلنا يعني كبنات عارفين التل ده كان بيستخدم الاول في الافراح بس والخطوبه والفرح والكلام ده، بس هو حاليا بقى بيتلبس عادي يعني. وهو يعني نوع الطرحه ده هو اللي انا بلف بيه كل الطرح في مناسباتي، زي الصور اللي هحطها لكم على الجنب دي. وهي دي اللي بتطلع معايا الطرحه مظبوطه. لو حابين، لو حد ما بيحبش التل وبيحب يلفها بالشيفون، فهي هتنفع وهتثبت برضو، بس هنحتاج ان احنا نثبتها بشويه دبابيس. لكن التل ما بتاخدش معانا اكتر من دبوس او اتنين، وممكن دبوس واحد. يعني ليكي حريه يعني انت تختاري الدبابيس دي، ليكي الحريه فيها. فزي ما قلت لكم، اول حاجه ان احنا هنحتاج الطرحه التل دي. تمام. اول طرحه يعني هنعملها مع بعض هتكون محتاجه الطرحه دي، وهنكون محتاجين الا البندانه اللي هي السوري اللي زي كده. بس البندانه السوري اللي هي من غير الحته اللي هي بتكون ناشفه شويه هنا. البندانه اللي هي العاديه دي، ويستحسن طبعا اللي بتكون مقفله من هنا دي، بتكون الطف، لان الطرحه التل بتكون شفافه طبعا. وهنحتاج دبوسين. دبوس عادي اللي هو الابره اللي زي ده كده، ودبوس مشبك. انتي حابه تستخدمي الدبوس المشبك بس براحتك، حابه تستخدمي الدبوس الابره بس برضو براحتك. اول لفه معانا بقى هتكون بالشكل عامل ازاي. انا هجربها معاكم طبعا انا لابساها اللون الابيض ده. واللفه التانية ممكن نبقى نغير اللون التاني بقى. زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا اول حاجه عملتها ان انا لبست البندانه دي زي البندانه البيج بالظبط اللي انا وريتها لكم. مرضتش ان انا الف يعني اعمل الطرحه من هنا قبل ما اوريكم. الاول البندانه لازم تكون يعني بالطريقه دي. يعني لو يعني على حسب كل بنت بقى، يعني انت مثلا بتخلي الطرحه قدام خالص شعرك ما يبانش، بترجعيها ورا شويه، بس هي عشان تطلع بالشكل اللي انا كنت لفاها بيه لازم تكون كده، يعني تكون واخده حته من قورتك كده شويه. تمام. تاني خطوه بقى نعملها مع بعض ان احنا هنثبت الطرحه من هنا، اللي هي تبقى جنب صغير خالص وجنب طويل. هوريكم ازاي. تاني خطوه بقى بتبقى معانا اللي هي لفه الحجاب العاديه جدا خالص اللي احنا بنعملها، اللي هي بتكون جنب قصير خالص كده، والجنب التاني اللي هو الطويل بقى اللي احنا رامين الطرحه كلها عليه. طبعا انتوا شايفين المنظر من قدام، بصوا هي عامله ازاي. لا احنا مش هنسيبها كده بقى. انا في العاده لما باجي الفها بروح عامله الحركه دي وانا بلفها، بس انا عشان اوريكم، عشان يعني مش هينفع نعملها وهي سايبه كده عشان مفيش حاجه تبان. فانا قلت ان انا هقفلها من تحت عادي جدا بالدبوس. انا حطيت هنا دبوس مشبك اهو.
الناس البنات اللي بتعرف تحط دبوس ابره هنا وبتقفلها براحتك. البنات اللي عايزه تعملها من هنا من غير دبوس ممكن تعملي بس الدبوس لحد ما تثبتي الحتت اللي هنا وبعد كده تشيليه. هنعمل ايه بقى؟ اول يعني اهم حاجه ان احنا نكون مخليين الحرف بتاع الطرحه على نفس الحرف بتاع البندانه. وهنعمل ايه؟ هنروح جايين شادين اول جنب كده وهنحطه على خط البندانه بالظبط. شايفين كده؟ انتوا شايفين الفرق بين البندانه والطرحه؟ طبعا البندانه بتكون واخده الشكل بتاعها لورا، فاحنا بنخلي طرف الطرحه على طرف البندانه اهو اهو. شايفين؟ طبعا دي بتليق في وش البنات المدور اكتر، او اللي زي مثلا وشي كده اللي هو بيبقى بيضاوي شويه، بتبقى حلوه جدا. بصوا انا من غير ما اكمل لف الطرحه وشي، بصوا وشي ظهر شويه ازاي اهو. بنفضل بقى نظبط تمام. الخطوه بقى انتوا فاكرين بقى ان احنا هنروح جايبين دي كده نروح لفينها لورا؟ لا، الخطوه التانيه اللي احنا بنعملها اولا ان احنا لازم نجيب الجنب الزياده ده كده ونروحوا حاطينه جوه الدبوس تمام عشان تبقى الدنيا ملمومه. وبنيجي من فوق كده بناخد حته يعني من ورا كده حته كده من الطرحه، بنرفع حته كده تمام عشان تخلي الشكل بتاع بصوا عمل اكتر. وبنروح لفينها كده هنا عادي جدا اهو. شايفين؟ الخطوه اللي بعدها بقى ان احنا بنروح جايبين دي كده. طبعا يعني اول حاجه بنعملها ان احنا هنجيب الجنب ده ندخله جوه هدومنا. طبعا انا خلاص اهو يعني دخلتها بقى جوه هدومي كلها طبعا بطريقه ما تكونش مكلكعه. شايفين بقى؟ بصوا الشكل، بصوا لما بتبقوا واقفين كده من الجنب ولا حاجه بصوا تمام. اخر خطوه بقى بنعملها ان احنا بنجيب دي كلها كده كده بطريقه بقى طبعا تكون ايه، ان انت تخلي دي هنا شكلها كده مش يعني شكلها مش اي حاجه. يعني انت بتخلي كده الكرمشات دي مشوها كلمه الكرمشات او الطبقات دي بتخلوها فوق بعض كده تمام اهو كده بالمنظر ده. هي دي بقى ميزه التل. ميزه التل ان انت بتقدري تشكليها زي ما انت عايزه. هنجيب بقى الدبوس ده ونروح حاطينه هنا كده بس كده. طبعا الشكل اللي هنا بقى ده برضو بيتحط جوه الهدوم فبيدي بقى شكل تاني خالص اهو. شايفين؟ بصوا بقى طبعا عشان ده تيشيرت فهي مش داخله جوه التيشيرت بطريقه مظبوطه، لكن لو طبعا بقى الحاجات السواريه بتبقى دايما ليها رقبه، اكتريتها ليها رقبه، فطبعا هتبقى الدنيا اسهل ان انتوا تدخلوا جوه الطرحه كلها جوه من غير ما تبقى مكلكعه او مضايقاكم. فانتوا شايفين؟ بصوا بقى كده المنظر من بعد. بصوا انا بصراحه بحبها جدا 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 على شكل وشي. بيبقى شكلها زي ما انتوا شفتوا كده في كل الصور اللي انا عرضتها لكم. بتظهر شكل وشي، بتحلي الطقم. بس اللفه دي انا بحبها وبفضلها على الطقم سواري مش على دريس. في بنات بتحب تلفها على دريس بس انا بصراحه بحبها على طقم. فزي ما انتم شايفين كده سهله جدا جدا. هي اهم حاجه بس ان انت تركزي في خطواتها وحلوه جدا. الشيفون هتبقى زيها بالظبط بس الفرق ان احنا في الحتت الجناب دي هنضطر ان احنا نحط دبابيس عشان تخلي الشيفون تثبت. وفي شيفون بتكون خامتها طريه شويه مش شيفون خشن، ف هتبقى افضل معاكم يعني ان شاء الله. بس دي كده كانت اول لفه طرحه انا بصراحه بحبها جدا وحبيتها قوي. فنروح نشوف بقى مع بعض تاني لفه ودي برضو بتكون جميله قوي. يلا بينا. ولكن قبل ما نبدا مع بعض في اللفه نمبر 2 حابه ان انا ارحب بكل حد جديد اول مره يشوف فيديو ليا، وان انا هيفرحني ويشرفني ويسعدني جدا لو حبيتوا ان وجودكم يستمر معايا في القناه بان انتوا تنزلوا تعملوا لي اشتراك اللي تحت الفيديو وان انتوا تخلوه وتفعلوا الجرس وتخلوا الجرس على علامه الكل عشان ان شاء الله تكونوا معايا في كل فيديو جديد جاي. وان انتوا لو حابين تنزلوا تشوفوا بقيه الفيديوهات اللي انتوا ما شفتوهاش. وقلب لكل حبايبي اللي ما بيفوتوش فيديو ليا، شكرا جدا من كل قلبي والله ليكم وعلى تعبكم وعلى وقتكم اللي انتوا بتستثمروه كده عشاني. شكرا.
وفي تاني لفه هقول لكم في البدايه احنا محتاجين ايه، عشان هنحتاج ان انا يعني البس الحاجات دي الاول، بعد كده هوريكم التكمله بتاعتها. هنكون محتاجين نفس البندانه اللي هي السوري ديت، تمام اهي، اللي هي الطريه دي اللي هي ما فيهاش حته من قدام ناشفه، ولكن احنا هنحتاج معاها بقى الحته اللي من قدام الناشفه دي، عشان دي يعني هي العنصر الكبير معانا في الفيديو. دي لازم تكون موجوده. البندانات دي بالاسعار بكل حاجه كنت عاملاهم في فيديو برضو عن حوالي بقى 7 أو 10 لفات حجاب كده مع بعض للجامعات وللمدارس والخروجات والمصايف والحاجات دي كلها. هسيب لكم هنا صورة الفيديو، وهسيب لكم برضو لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن او في صندوق الوصف، عشان تروحوا وتشوفوا. المصايف بقى داخله علينا والامتحانات والكلام ده، فالفيديو ده ان شاء الله هيكون مفيد ليكم يعني. فهتلاقوا بقى اسعار حتى البندانات دي وشرح تفصيلي كده عنها في الفيديو برضو. دي كده تمام، اللي هي الناشفه دي، وهنحتاج البندانه دي، وهنحتاج بقى اللي هي الطرحه التول بتاعتنا عادي جدا، وبرده ينفع ان احنا نعملها بطرحه شيفون. فاروح البس البندانات دي بقى واجيلكم. دي كده تاني لفه حجاب مع بعض. انا بقى عملت ايه؟ شفتوا البندانه اول واحده اللي هي فيها القطعه اللي هي الناشفه دي اول واحده بلبسها، لكن مش بلبسها لورا، يعني انا زي ما شفتوا كده ببقى قصاها عشان لما اجي اعملها من قدام. لما تجيبوها يا بنات ما تجيبوهاش من غير رباط، هاتوها بالرباط، عشان الرباط ده هو اللي هيخليكي تقدري انك تعمليها من قدام. تمام، هنلفها من قدام، هيبقى معانا بقى الشكل بتاع العلو بتاعها هيكون بالطريقه دي، شايفين؟ لو حابين تلفوها لورا براحتكم. هي الفكره بس ان انتوا لما تلفوها لورا الحته دي هتلاقوها نزلت اكتر، فاهمين؟ فانا في اللفه دي بحبها ان هي تكون عاليه بالشكل ده. وبرده هحط لكم الصور هنا كده او هنا وبشكلها وهي على فستان سواريه وكده، تمام. بعديها بروح حاطه فوقيها البندانه التانية اللي هي السواريه العاديه بقى، اللي هي مش فيها الحته الناشفه دي، بلبسها فوقيها بالظبط اكني هلبسها على شعري، لان دي بيبقى دورها ان هي تمسك لي اللي تحت شويه وتثبتها لي وتخليها على نفس يعني تخليها متساويه كده، متبقاش حته عاليه وحته واطيه والكلام ده. ولفيت الطرحه عادي جدا، الاتنين مقاس بعض، يعني لفيتها خليت الطولين مقاس بعض. ايه بقى اللي بعمله بعد كده؟ اسهل مما تتخيلوا. هروح جايبه دي كده، بس بجيبها بالطريقه دي كده يا بنات، عشان اعمل هنا كده طبقات تكون شكلها حلو. وبجيب الناحيه التانية، بصوا بلفها ازاي، بصوا انا مش بخترع لكم حاجه والله، ولا بصعب لكم اللفه، انا بس بحاول اقول لكم على تريكات هتطلع شكلها حلو. بصوا بقى لما اجي الفها لورا كده، هتروحي لفاها بقى كده، ربطاها، تربطي ربطه واحده بس، ربطه واحده بس، محدش يجي يقولك اربطي ربطه كمان عشان تثبت اكتر. ربطه واحده، ربطه واحده عشان ما تبقاش باينه زي ما انتوا شايفين كده، تمام. هي دي لفه الحجاب التانية دي بقى، يعني الراعي الرسمي كده بتاع الفساتين السواري. وعلى فكره انا كنت عامله حاجه كده قريبه منها شويه في خطوبتي، لان زي ما بقول لكم بتليق على شكل وشي. هسيب لكم برضو هنا كده الصور بتاعت لفه الحجاب بتاعت خطوبتي، وبقولوا لي بقى كنت اموره في خطوبتي ولا لا. وعندي فكره كده، يعني لو حبيتوها ده كله بقى هيرجع للكومنتات بتاعتكم، ان انا هنزل لكم فيديو كده كامل بقى عن تفاصيل خطوبتي، يعني على قد ما انا كنت مصوره، والصور بقى السيشن وصور الميك اب والحاجات دي كلها. لو لقيت كومنتات كتير حلوه منكم كده تحت ولايكات كتير هتشجعوني ان انا اعمل الفيديو ده. لو ما لقيتش فمش هعمله بقى، قرار في ايديكم، تمام. انا بقى بطعم الطرحه الحلوه دي بايه؟ ما بسيبهاش كده، بطعمها بايه؟ بالبروشات دي اهو، برضو كنت عاملاها معاكم فيديوهات كتير اهي زي ما اهي. بروح عامله ايه بقى؟ بروح جايبه واحد كده، هناخد اللي فيها اللولي الحلوه دي، بصوا بروح جايباها كده، تمام، عشان ما نسيبش الطرحه ساده كده. بروح جايباها، بصوا بروح حطاها بقى كده هنا اهو زي ما انتم شايفين بقى كده. بصوا البتاع ده كده كنت جايباه كده على بعضه، مش عارفه كان عامل 20 جنيه تقريبا، بس تحفه.
في بقى طبعا اشكال كتير، يعني دي لونها جولد، في منها السيلفر، في منها الروز جولد، في منها الاسود، في منها الابيض، زي ما انتوا حابين بقى. بس بصوا غيرت شكل الطرحه ازاي خالص، اصلا خليتها شكلها مختلف. طبعا لو انتوا حابين تلفوا نفس اللفه دي من غير البندانه اللي هي الناشفه دي، ليكوا برضو حريه الاختيار. انا عامله اللفه دي في الفيديو اللي قلتلكوا عليه بتاع الطرحه، اللي هو مجموعه الطرح الكتير، هتلاقوا نفس اللفه دي من غير البندانه في الفيديو ده. فلو حابين تشوفوا اللفه الثالثه روحوا على الفيديو ده وهتلاقوها هناك ان شاء الله. وبس كده. بصوا بقى، بصوا انتوا تخيلوها كده على دريس، سيبكم من انا لابساه، تخيلوها كده على دريس. انا بقى هستنى لايكاتكم كتير على الفيديو عشان انتم مقصرين معايا جدا في اللايكات، واللايكات دي يعني عايزين نكتر منها عشان الفيديو يوصل لاكتر حد من مجموعه البنات الكتير بتاعتنا، وعشان يستفادوا ان شاء الله من الفيديو. بس يا ريت يا بنات ان احنا نتفاعل مع بعض كده، وان انا عايزه اشوف انتوا حابين ايه نوع من الفيديوهات ان احنا نعمله مع بعض الفتره الجايه. كان عندي فكره فيديو تانية برضو عن ازاي بقى ان احنا نهتم بشعرنا، لان انا بقى اكتشفت ان احنا بصوا 3/4، وانا كنت من ضمن ال3/4 دول كنا بنسرح شعرنا غلط تماما. فلو حابين ان انا اعمل لكم الفيديو ده هقولوا لي وهعمله لكم. بس انا عايزاكم تقولوا لي بقى ايه رايكم في السلسله القمر اللي انا لابساها دي. بصوا عايزه افاجئكم بقى واقول لكم ان السلسله دي هاند ميد ايديا، دي عمايل ايديا. انا الفتره دي كده شغاله على ان انا بعمل سلاسل واكسسوارات هاند ميد كتير 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 كتير، هتلاقوهم كده، هحطلكوا الصور هتشوفوهم. وان شاء الله ان شاء الله يعني انا عامله بيج كده، لو حابين ان انا احط لكم يعني اللينك بتاع البيج دي تحت في الديسكريبشن في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت، قولوا لي واسيب لكم اللينك بتاعها. حاجات اسعارها حلوه جدا، والتقفيل بتاعها زي ما انتم شايفين كده. بعمل حاجات كتير، والحاجات الترندي والحاجات الكلاسيك. وبصوا كل انواع الاكسسوارات، سلاسل، انسيالات، حلقان، خلاخيل. بصوا كل حاجه تتخيلوها هكون بعملها ان شاء الله. لو في اي ديزاين معين في دماغكم تقدروا انتوا تبقوا تبعتوا لي الصوره بتاعته وانا انفذه لكم على طول، وانتوا بنفسكم هتبقوا تشوفوا الاسعار. وان شاء الله اي حد هيحب ان هو ياخد التجربه ويجرب كده ان هو يطلب اي حاجه اكيد يعني هكون عامله لكم انتوا اسعار تانية مخصوصه خالص، مجرد بس ان انتوا تقولوا لي ان انتوا احنا جايين من عندك من على القناه، هيبقى ليكوا ديسكاونت كده حلو، رغم ان انا الاسعار يعني انتوا هتبقوا تشوفوا بنفسكم اسعار مش حاجه خالص. وهتشوفوا برضو الحاجه الكواليتي بتاعتها والتقفيل بتاعها هيكون عامل ازاي. فلو حبيتوا الفكره برضو هستنى رايكم في الكومنتات. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، يعني خفيف لطيف كده، ان شاء الله يكون لطيف وخفيف على قلبكم. وبس كده، اشوفكم بقى انا ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وهتوحشوني جدا، وادعوا لي كتير 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 في الكومنتات، وانا ان شاء الله مش هتاخر عليكم في اي فيديو جاي. هستنى رايكم في الكومنتات، وتقولوا لي حابين الفيديو بتاع موضوع الخطوبه والصور والكلام ده ولا لا. وفتكم بالف عافيه.